النهاردة تمرين البنج كامل. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم بدأنا بتمرين المتوازي. التمرين المتوازي ده بيكون 4 مجموعات في 10 تكرارات. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم بيكون الجسم مايل شوية من تحت إلى الخلف عشان بيفيد في شد عضلة الصدر من أسفل. واتنقلنا طبعا إلى التمرين الثاني وهو التمرين البنج فلات على المستوي بالبار. زي ما احنا شايفين بيكون أيضا 4 مجموعات من 8 إلى 10 تكرارات. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده بيفيد عضلة الصدر الكبرى. واتنقلنا على الحركة الثالثة وهي البنج العالي، بيفيد الجزء الأعلى من عضلة الصدر. زي ما احنا شايفين الكرسي بنفس الطريقة، ده بيفيد أيضا الجزء الأعلى من عضلة الصدر أو البنج. اتنقلنا على التفاتيح، جهاز التفاتيح أو الفراشة. زي ما احنا شايفين بيكون من 3 إلى 4 مجموعات في تكرار 10. ده بيفيد عملية توسع لعضلة الصدر. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده جهاز الفراشة، بيكون أيضا من 3 إلى 4 مجموعات في تكرار 10. اتنقلنا أيضا على الدفع العالي اللي هو تجميع عضلة البنج. زي ما احنا شايفين ده تجميع عالي بالدمبل على الكرسي العالي. ده بيفيد أيضا الجزء الأعلى من عضلة البنج. بيكون أيضا هذا التمرين من 3 إلى 4 مجموعات من 8 إلى 10 تكرارات في كل مجموعة. معكم مختار ندى من قناة الأولى مختار ندى. متنسوش لو عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس والاشتراك واللايكات يا جماعة، اللايكات. وتنقلنا على حركة الدفع على الجهاز من أسفل. هذا الجهاز بيفيد الجزء الأسفل من عضلة البنج الصدر يعني. زي ما احنا شايفين الجهاز ده مختلف غير الأجهزة اللي لعبنا عليها. طبعا ده مهم الجزء الأسفل في عضلة الصدر لتقويتها وشد الترارات اللي فيها. تنقل الحركة حركة التجميع على جهاز كابل كروس. الجهاز ده اسمه جهاز كابل كروس، ده بيجمع عضلة البنج. زي ما احنا شايفين الحركة بتكون ازاي، وبيكون طبعا الأداء محكم عشان الكتف ما يتأثرش بأي ألم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس واللايكات يا جماعة، اللايكات عشان بترفع من مستوى الفيديو. كان معكم مختار ندى.